فإذا إذا كرر العبد التوبة، والعبرة أنك إذا وقعت في المعصية بانهزام أو بوجود ضعف تندم ندما شديدا وتتمنى أن أمك لم تلدك حتى تقع في هذا الذنب، تحترق من قلبك وتتوب توبة صادقة وتعقد العزم على عدم الرجوع وتستغفر. فإذا أخذت بهذه الثلاث ولو تكررت مليون مرة، ولذلك قال قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء، أي ما دام أنه إذا تاب لم يصبه الخذلان وسوء الظن بالرحمن ولم يتسلط عليه الشيطان فإني تائب عليه، وما دام أنه صادق في الرجوع إليه فإني تائب عليه. ولذلك تكرار التوبة من الذنوب إيمان بالله، لأنه لا يتعاظم العبد على ربه ذنبا. علم عبدي أن له ربا، لأنه بمجرد ما يتلطخ بالذنوب والمعاصي وآثارها السيئة يندم ندما شديدا، وكأن لسان حاله يقول ما وجدت عند غير الله شيئا ولا يغني لي غير الله من الله شيئا. فهذا إيمان، هذا توحيد، وأن العبد مهما كثرت الذنوب وتكررت وهو يقول ربي يغفر، ما معناه؟ هو لما يقول ربي اغفر لي وقد أكثر من هذا الذنب وتكرر منه المرات وهو يقول ربي اغفر لي، ما معناه؟ معناه أنه صدق وآمن بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لعبده. ولا يعلم العبد مقدار إهانته للشيطان وإذلاله لعدو الرحمن إذا قال من كل قلبه اللهم إني تائب إليك. ولا يعلم العبد ولو كان الذنب من أعظم الذنوب أنه إذا أقبل على الله مؤمنا بكتابه مصدقا بوحيه الذي جاء في الكتاب والسنة أن الله يغفر الذنوب جميعا، أنه إذا احترق قلبه بالندم واعتصره ذلك الألم ووجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مؤمنا مقبلا على الله وقال بلسان صادق أستغفر الله إلا تحاتت عنه الذنوب، بوعد من الله علام الغيوب الذي يكشف الكروب ولا يرد عبدا صدق في الإنابة إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه.